السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية الرقاق الحلو. حلوة جدا وهتعجبكم قوي. هنقول بسم الله. أول حاجة هنعملها هو الشربات. معايا الكوباية اللي أنا بعاير بيها. الكوباية دي السعة بتاعتها 250 ملي من السوائل. هعايرها للسكر وللمية. هحط كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، وهعصر عليهم نص ليمونة. هحطهم على النار بعد الغليان 5 دقايق، وبعد كده احط لهم شويه فانيليا واطفي عليهم النار. كده بقى الشربات بتاعي جاهز. هنقول بسم الله بقى للرقاق بتاعي. احط كوبايه ونص من اللبن وكوبايه ونص من الميه وكيس من الفانيليا او شويه من الفانيليا لو عندك فانيليا زي دي. الكوبايه اللي انا استخدمتها برضو 250 ملي من السوائل، نفس الكوبايه اللي عيرت بيها للشربات. وهضيف عليهم معلقتين كبار من السكر. وحطينا لبن، كوبايه ونص من اللبن، كوبايه ونص من الميه، معلقتين كبار من السكر، وشويه من الفانيليا. وهحط لهم معلقه من السمنه البلدي لو موجوده عندك. مش موجوده هتحطي سمنه عاديه او زبده، بس افضل يعني ان هي تكون سمنه علشان يبقى معاكي ناشف شويه. وهحط له شويه من الزيت. هندوب كده السمنه بتاعتنا والسكر مع اللبن والميه. هنحط بقى قد 3 معالق كبار من الزيت، ونخلطهم كلهم مع بعض. دوبنا بقى السكر كويس قوي كده مع اللبن. هنقول بسم الله. الصينيه بتاعتنا مدهونه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وعليها رشه من الفانيليا. ومعانا في الطبق التاني شويه سمنه، عليهم معلقه سمنه اللي هي الصناعي، معاهم معلقه من السمنه البلدي، وشويه من الزيت، وشويه من الفانيليا. وهنعمل لهم اضافه تانية دلوقتي. لما نيجي نستخدمهم هنضيف لهم حاجه تاني كمان. هنقول بسم الله ونحط اللبن والميه بتوعي سخنين، مش مغليين ولكن سخنين. هنحط فيهم الرقاق كده واحده بواحده، يدوبك بس نحطها على الناحيه ونسقيها كويس قوي، ونقلبها على الناحيه التانية، ونصفيها كده ونحطها في الصينيه بتاعتي. ونبدا ندهن بقى. السمنه بتاعتي اللي انا حطاها دي هحط لها دلوقتي، معلش انا كنت بس نسيت، هنحط لها البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونخلطها مع السمنه والزيت بتوعي كويس قوي، عشان دي اللي هتخلي الرقاق بتاعي مورق. نبدأ بقى نخلط البيكنج باودر كده مع السمنة والزيت والفانيليا. وكل ورقة رقاق هنحطها هندهنها بنفس الخلطة اللي احنا عملناها دي، ندهنها كويس قوي بالخلطة السمنة بتاعتنا. ودي رقاقات تانية. انا هحط 3 تحت والحشوة، وبعد كده 3 تاني من فوق. حابة تزودي يبقوا 4 و4 براحتك. دي الورقة التالتة اهي. اول ما تتبلي معاكي تروحي مخرجاها بسرعة، علشان ما تتهريش معاكي الورقة، وتصفيها كويس كده وتحطيها في الصينية بتاعتك، وتدهنيها بخلطة السمنة اللي احنا عاملينها بالفانيليا والبيكنج باودر بالمنظر ده. هنبدأ بقى نحط المكسرات في النص. المكسرات بتاعتي عبارة عن سوداني مكسراه، وعليه جوز هند، وعليه زبيب، وعليه سكر وفانيليا، وخلطناهم كلهم مع بعض
وهنبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا في النص. حابة تبدلي المكسرات دي بمكسرات تانية براحتك، عايزة تشيلي حاجة من دول وتضيفي حاجة تانية برضو اللي يعجبك بقى، كل واحد يحط المكسرات اللي تريحه. بعد كده هنبدأ بقى نعمل الطبقة التانية، دي أول واحدة فيهم، هنبلها كده كويس ونصفيها ونحطها على الصينية بتاعتي. دي الورقة التانية، يبقى لسنا ورقة واحدة. شايفين؟ لازم تدهيني بين كل ورقة وورقة، لازم تدهيني السمنة. آخر ورقة معانا هنحطها، تظبطي بقى الصينية بتاعتك كده وتسويها، ما تضغطيش قوي عليها عشان ما تلزقوهمش في بعض، انت بس يا دوبك بتسويهم بس كده. نحط بقى كبشتين من اللبن بتاعنا على السمنة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنبدأ نقطع الصينية بتاعتنا، احنا لسه مستخدمناش اللبن والسمنة اللي احنا خلطناهم على بعض، احنا بس هنقطع الصينية بتاعتنا كده. بالراحة كده وانت بتقطعيها، انا بس بحددها يعني عشان ايه تبقى سهلة لما تخرج من الفرن اعرف اقطعها كويس. هبدأ بقى اسقيها كويس من خلطة السمنة واللبن اللي انا عاملاه. الفرن بتاعي سخن، احط الصينية من تحت لحد ما تتحمر، بعد كده يا اما تقلبيها وتدخليها الفرن تاني تتحمر من تحت، يا اما تاخديها تحت الشواية والنار تحت او فوق بتكون اقل من المتوسطة عشان تتقرمش معاكي كده وتورق. ما تنسوش ان الشربات بتاعي يكون بارد والصينية هي سخنة، اول ما تخرج من الفرن تبقى الصينية سخنة والشربات بارد. اللي هيتبقى بقى من اللبن والسمنة ده ما ترموهوش، تقدري تستخدميه في فتة الرقاق، فتة الرقاق الحلو تقدري تستخدمي اللبن ده فيها هو والسمنة بتاعته. كده الصينية بتاعتي خرجت من الفرن، الصينية بتاعتي سخنة، وهبدأ احط بقى اسقيها بالشربات البارد، وانا مش هستخدم كمية الشربات كلها، هيتبقى عندي يجي نص كوباية كده من الشربات مش هستخدمها، دي بحطها في برطمان نضيف وهشيلها معايا في باب التلاجة لحد ما استخدمها مرة تانية، او في الفريزر او او على الرخامة من بره لو انت هتستخدمها تاني يوم.
ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. وألف هنا وشفا. كل سنة وانتم طيبين.